السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم كيكة غير بيضة وحدة، كتجي لذيذة ورائعة وكيجي القوام ديالها مرتفع، كتجي رطبة وكتجي كتذوب البنات في الفم، كتجي غزالة. وكنتمنى انكم تبعوا الفيديو حتى الاخير، شوفوا الطريقة البنات لانها تستاهل انكم تجربوها. وكيف ما قلت لكم غير بيضة وحدة غادي تحصلي على واحد الكيكة اللي كتكون رائعة، يمكن لك تحضريها لوليداتك الكوتي او الفطور. ان شاء الله غادي نبداو على بركة الله في تحضير هذه الكيكة. اول حاجه غادي نديرها هي غادي ناخذ واحد الكاس الحليب. بالنسبه لكاس حليب عادي، كاس العنبه، غادي نضيف له واحد المعشقه ديال الخل وغادي نخليه على جنب حتى كيبقى داك الحليب كيروب ليا، مثلا فحال كيكتل ليا كما تنقولوا، بحال كيخسر ليا. غادي نخليه وغادي نبدا في تحضير هاد الكيكه. اول حاجه كناخذ واحد الاناء وكنوضع فيه بيضه وحده. كيف ما قلت لكم البنات، هاد الكيكه غير بيضه وحده غتحصلي على احسن كيكه حضرتيها في حياتك. هنا غادي نضيف لهذاك البيضه كاس مع مرش ديال السكر. غادي نضيف واحد القطرات من الفاني سائل، يمكن لكم ديروا بالنسبه ديروا غير شاسيه ديال الفاني. غادي تضيفوا واحد القريصه الملحه وغادي تخلطوا هذاك الخليط مزيان ديال البيض والسكر مزيان حتى كتحصلوا على واحد الخليط. كيف ما كتشوفوا كتحصلوا على خليط ابيض كيكون كريمي على هذا الشكل هكا. غادي نضيف ايضا هنايا تقريبا واحد 2 معشقات ديال الفرماج. انا عندي هاد الفرماج ديال الطاس. الا ما عندكمش نتوما غادي متوفر غادي ديروا واحد 2 فرماجات من اي نوع عندكم، اما المثلث او المربع. انا غنضيف كيف ما قلت لكم انا متوفر عندي هذا ديال الطاس، غادي ندير منه 2 معشقات. صافي من بعد ما ضفت الفرماج غادي نخلط المكونات مزيان، هذاك الفرماج حتى كينسجم ليا مع الخليط كيف ما كتشوفوا. صافي كنبدا نخلط، يمكن لكم تخلطوا باي نوع ديال الضراب الكهربائي او اليدوي اللي متوفر عندكم. وغادي نضيف واحد الكاس ديال لاروب ديال الزيت، كاس مع مرش ديال الزيت. دائما الكاس العبار بالكاس العنبه. كان بالنسبه للزيت ما كتضيفوش كميه في مره واحده كامله، كنبقى نضيف غير كميه بكميه كيف ما كتشوفوا، وانا كنخلط مزيان الكيكه ديالي حتى كينسجم لي هذاك الزيت مع المكونات الاخرى. صافي هنا من بعد ما ضفت كميه ديال الزيت كامله، صافي غادي نخلط حتى ما كيبقاش يبان ليا داك الزيت. وغادي نضيف هذاك الكاس الحليب اللي ضفت له معشقه ديال الخل كما كتشوفوا، فحال كنحسوا ان هذاك الحليب بدا فحال كيخسر لينا، كيتكتل لينا. صافي غادي نضيفو على هذاك الخليط ديالي، لان هاد طريقه الحليب اللي ضفتنا له معشقه الخل راه هي اللي كتخلي لنا ديك الكيكه كتجي مرتفعه، وايضا كتجي زوينه، كتجي كتذوب في الفم. بالنسبه هنا كنبقى نضيف بالنسبه للدقيق كنضيف الدقيق على حساب الخليط، كنبقى نضيف غير كميه بكميه على الشكل كيف ما كتشوفوا. بالنسبه على حسب النوعيه ديال الدقيق ما نقدرش نقول لكم تقريبا الكميه المضبوطه، لان دائما تنقول لكم الدقيق كاين نوعيه اللي كتشرب لينا وكاين نوعيه اللي ما كتشرب ليناش. صافي غادي نبدا نضيف غير الدقيق كميه بكميه. تقريبا هنا ضفت 2 كيسان ونص. وكيف ما قلت لكم راه كنبقى نضيفو غير كميه بكميه حتى نحصلوا على القوام ديال الخليط اللي بغينا. صافي من بعد ما نضيف الدقيق غير شويه بشويه على هذا الشكل هكا. غادي نضيف في الاخير 2 خمارات ديال الحلوه، كل شاصيه من فئه 8 غرام. وغادي نخلط هذاك الخميره مزيان حتى كتنسجم لي. كيف ما كتشوفوا كنحصل على واحد الخليط اللي تيكون كريمي، تيكون ما ثقيلش وما خفيفش. القوام البنات ديال الخليط ديالنا راه فحال الكيكه ديالتنا العاديه، غير هو كيختلف غير في اللون، لان كما كتشوفوا اللون ديالها كيجي كريمي، كيجي بيض. هنا صافي هذا هو القوام ديال الخليط ديالي البنات، ما تيكونش خفيف وما تيكونش ثقيل. هنا صافي هنا جبت المول ديالي اللي دهنته بشويه ديال الزيت ورشيت له الدقيق، وغادي نكب فيه الخليط ديالي. بالنسبه غادي نكب فيه الخليط وغادي نقاد الخليط ديالي على المول باش تجيني الكيكه ديالي مقاده. غادي ندخلها الفران تيكون بارد، دائما الكيك ديالي كنطيبو في الفران بارد. كندخلها عاد كنشعل عليها الفران، كنقص عليها على المهل وغادي نخليها طيب على نار مهيله حتى كطيب ليا كيف ما قلت لكم تطيب من التحت
وحتى كتبدا تحمر ليا من الفوق، عاد كنشعل عليها من الفوق كتحمر ليا. ومن بعد ما غادي طيب ليا غادي نشارك معكم الطريقه ديال التزيين ديالها، الطريقه ديال الزين اللي تيكون متوفر عندك اي تزيين اللي بغيتي ديريه. هنا هذا هو القوام ديال الكيكه ديالي البنات كيفاش كتجي، راها باقا سخونه. غادي ندهنها هنايا بشويه ديال الناباج، او تدهنوها بالعسل او المربى اللي عندكم متوفر. غادي ندهنها مزيان. صدقوني البنات كتجي واحد اللوغو فيها خطير، كتجي لذيذه وكتجي رائعه، وكيف ما كتشوفوا مكونات بسيطين. هنا غادي نرشها بشويه ديال الكاوكاو اللي محمر وهرمشته. كتزينوها على حساب الرغبه وشنو متوفر عندكم. هنا من بعد ما زينتها بكاوكاو غادي نضيف ليها خطوط ديال الكراميل. بالنسبه هذا الكراميل البنات رانا حضرته غير في الدار، كيجي خطير البنات. الا بغيتو نشاركو معكم راه غادي ان شاء الله نشاركو معكم، لانه البنات صدقوني كيجي لذيذ 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 احسن من هذاك اللي كيتباع على برا، وايضا كنشريو بثمن شويه غالي. هذا هو الشكل النهائي البنات ديال الكيكه ديالي من بعد ما كملت لي هذا الزين. كيف ما قلت لكم غتزينوا على حساب الرغبه وشنو متوفر عندكم. غادي نقطع لكم تشوفوا القوام ديالها كيفاش كتجي من الداخل، كتجي طوب البنات، كتجي لذيذه، كتجي رائعه، وكتجي بحجم مرتفع. غير بيضه وحده تحصلي على احسن كيكه هكايا. تقدري تحضريها الكوتي كتجي مفشفشه، او الفطور هكا لوليداتك كتجي طوب البنات. واخا كتبقى عندك حتى المده ديال اليومين كتبقى رائعه وزوينه. كنتمنى هاد الكيكه اللي شاركت معكم تعجبكم. كيف ما دائما ما تنبخلش عليكم، حتى ما تبخلوش عليا باللايك والبارطاجيو. بارطاجيو باش تعم فائده على الجميع. وبالنسبه لي نظام قناه ما تنساوش تفعلوا الجرس باش ان شاء الله يوصلكم كل ما هو جديد. كنقول لكم بصحتكم وراحتكم. فيديو مقبل ان شاء الله مع